تعالوا شوفوا بقى مولعين النهارده ليه. اكيد مش علشان نتدفى، لا مولعين عشان نشوي سمك بقى. اللي ما كلش السمك المشوي الصغير ده اللي هو الوسط ده يبقى ما كلش سمك اساسا. السمك ده تحفه جدا وفي الشوايه بيبقى مسكر وجميل جدا. المهم تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. جبنا جزر وجبنا ليمون وحطيناهم قطعناهم وحطيناهم وجبنا فلفل رومي وفلفل حراق. ورحنا جايين نازلين عليهم بمعلقتين معلقه كبيره من الثوم. نزلنا عليهم بكزبره، كزبرة خضراء، وبعد كده ننزل بمعلقة كبيرة كده من الثوم. توصي كده بالثوم عشان الثوم ما يمنع الزفارة. هنطحنهم في قلب الكبة ونروح جايين حاطين زي ما انتوا شايفين كده. هنعصر بقى عليه ليمونتين تلاتة بقى ايه اللي عندك. هننزل عليه بالكزبرة وبهارات السمك والكمون، وهننزل عليه بالشطة عشان الفلفل مش حراق. وبعدين هنجيب معلقتين خل كبار ونروح جاي حاطينهم كده في الكبة زي ما انتوا شايفين وننزل بيهم. وبعدين نجيب بقى 3 4 معالق ملح كده. المهم نملح السمك زياده عن اللازم. اما انت بتعمليه مقلي غير لما تعمليه مشوي، عشان انا كمان مش هحطه في ميه. المهم هنكمل الفيديو وتعرف انا حطيت الملح الزياده ده ليه. المهم هنحط بقى 3 ليمونات 4 بقى زي ما ايه، زي ما تكون الليمون عندك وزي ما تحبي. انا عامه بحب الليمون كتير في قلب السمك. وبعدين هنروح جاي مقلبين الخلطه دول. لقيت ملحها حلو، جبنا السمك اهو كده. هو ده السمك بقى بتاع الشويه، سمك مش صغير ومش كبير، اللي هو بيبقى الوسط ده. ماشي، نروح جايين ملحينه كله سايباه في المصفى عشان يصفي ميته. نزلنا بمعلقه سمنه ومعلقه زيت، ورحنا جايين مشوحين فيهم الرز جامد جدا. هنخليه يجي حوالي 5 دقايق اشوح فيهم هو بالزيت. وبعد كده ننزل عليهم بالملح بس، ونسقيهم ميه ونسيبهم بقى ايه لغايه لما ادانا اللون الابيض ده. بعد كده نسيبه بقى يستوي بقى براحته. عقبال بقى ما الرز ده يستوي هنكون عملنا السلطه. تعالي بقى شوفي السلطة. عملنا سلطة جزر وخضرة وخيار وقوطة وفلفل، ورحنا جايين عصرين عليها ليمونة، ونحط عليها رشة من الكمون ورشة من الملح بس. شكرا كده، مش عايزين حاجة تاني كده من السلطة. السلطة كده كده خلصت. تعالي بقى نشوف. هنطلع فوق السطح بقى ونروح جاي مولعين كده وحاطين الصاجة. دي صاجة البوتاجاز بتاعتي. ورحنا جاي حاطينه وهشوي ايه السمك عليها بقى. عايزه اقول لك لازم ان الصاجه تكون سخنه جدا. لو حطيت السمك عليها والصاجه بارده السمك بتاعك هيتهري. بص عشان اعرف الطاسه سخنه هعمل ايه. هاخد حبه رده وارشهم على الصينيه. اول ما الصينيه تعمل دخنه كده يبقى خلاص كده ايه الطاسه سخنه. وبعدين نروح جايبه اول ما يعني ما اقلبهوش على طول، لازم اسيبه شويه. وبعدين اقلبه زي ما انتم شايفين كده. لو قلبته على طول هيتهري مني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، لازم انا اخليه لغايه لما يستوي ياخد الوش الاحمر ده. وبعدين بقى هيكون اتشوى ونحط بقى على طبق التقديم. حاطين خضره وحاطين ليمون وحاطين جزر وفلفل. هننزل بقى بالسمك بتاعنا. السمك بتاعنا حطينا عليه ملح كتير عشان انا هنا مش هحطه في الدقه. الدقه دي بتبقى عباره عن توم وميه وخل وملح وكزبره وكمون. لا انا دي بس هحط له معلقتين دقه بس كامله على الوش بس. هو بجد كان تحفه وملحه مظبوط وما كانش عايز اي حاجه بس. وادو الف هنا. وعملنا الاكل اهو. لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اعجاب وتعملوا متابعه. والسلام عليكم.